طيب من هندسة للاستثمار لمشروع كوكو بايتس، خلينا نبدأ بالاستثمار الأول. إيه اللي حببك في الموضوع وخلاك إن أنت تشارك الناس معلومات عنه؟ انا مقتنع ان احنا في الوطن العربي دايما سمعه الاستثمار مش كويس، دايما سمعه الاستثمار ان هو اما سكام ونصب وفي احتيال، فالناس كلها بتتجنبه، شايفه ان الاستثمار وبالذات البورصه كان مشهور قوي في الافلام، يخسر فلوسه كلها ويجي له ازمه قلبيه ويموت. ده كده القصه المشهوره على الاستثمار عموما، لو قلت لاي حد بورصه يبقى اي حد بيجي له ازمه قلبيه. فبدات احس ان لا، الموضوع مش روكيت ساينس، في ناس بتتعمد تخليه صعب عشان تعمل جاب وفجوه ما بين الناس ان هي تقدر فعلا تستفيد من خلاله وتعمل ارباح كويسه، وترجع للاسلوب التقليدي اللي هو ما بيبقاش جايب همه. زي ما بنقول التضخم زاد جدا في الدول كلها، مش بس دولنا العربيه، في العالم كله، فانت في الاول وفي الاخر بتلاقي فلوسك بتتاكل، مرتبك ما بيزيدش بشكل كافي، فانت على طول يعني يور تشيسنج موفينج تارجت، بتجري ورا حاجه بتلهث وراها ومش عارف تحقق اي نتيجه. لقيت ان الحاجه اللي هتخليك تحقق نتيجه حاجه من اثنين، يا اما تعمل بزنس، تبدا شركه وتعمل جروث كبير ونمو ضخم ممكن فعلا تحقق ارباح كويسه، يا اما تشارك شركه موجوده اوريدي وبتكسب.